مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم. يتفاخر الشعب السويسري بأنه أغنى شعوب العالم، ويتفاخر الشعب النرويجي بأنه أسعد شعوب العالم، ويتفاخر الشعب القطري بأنه الأعلى دخل بين شعوب العالم. إحنا أيضا من ضمن الشعوب التي تتفاخر ولكن بأشياء أخرى. نحن عشنا مش على ترف ولا على رفاهية، عشنا هكذا، أخذناها بالوراثة من سبقونا أو حكمونا سابقا حتى وصول إلى هذه اللحظة، إنه ما إحنا شعب آلة رفاهية. سمعتوا أشكال بيقول لكم إحنا شعب مش متعود على الرفاهية والترف، إحنا نتوارث هذه الأشياء من آبائنا ومن الأولين، وهكذا يعني أي واحد تشوفه مرتاح مفتهن عيب في حقه. يعني لو حصلت واحد مرفه ومفتهن ما فيش حاجة تنقصها، المفروض تسحبوه منها الجنسية اليمنية. إنه الشعب يعني والف على القعقعة، الكهرباء طافي، المي مهلوش، المدري إيش، شو يتحمموا يعملوا المي بالبلكونة وحمل مي وقضوا أحسن من السخان. فهمتني كيف؟ من ناحية التأقلم، فتأقلم الشعب الليبي إنه الشعب يعني والف على القعقعة. يا مجعجع مرحبا. هيا ما أخرتنا، هيا مشينا. لحظة بس، نص ساعة ونازل لك. وإيش الصدر الذي جنبك هذا؟ أي صدر؟ ما أدري حق منه، ما أدري من طرحان. لا يكون بالتفي لك ما ناوي تتحمم. لا منعا بحجر الله قد من أمس وأنا طارح لها أنا يدفع الشيء تحمم قسما بالله انقذ أنا يجرب. لا تسمع بي. الله أفهم منك إنك بدأت تترفه وبتتغسل كل شهر. صدقني يا محمد ما أنا مرفه، وأنت تعرفني وتعرف أخلاقي، ماليش في الترفيه هذا، وتعرف أسرتنا مجعجعة أبا عن جد. الله المستعان. تشتني أبلغ بك صح؟ أبلغ بك إلا بتتحمم. يا منعا خلاص استرني، الله يسترك في الدنيا والآخرة. وبعدين أنت تحممت قبل 5 شهور وأنا ساكت ولا كلمت أحد، لما منعت حزقها علي. آخر شيء كنت أتوقع منك إنك تخالف العادات والتقاليد والجعجعة وتتحمم. صدقني يا محمد ما أنا أدرك، بشوف إيش بيحصل لك. ها لحظة ياي ليش تودفنا؟ مثلا ضمن الأجانب والناس اللي عايشين برا حياتهم كلها حلوة، فمع ذلك أكبر نسبة للناس المنتحرين هم برا على الخارج. ليش؟ لأنهم ما يعرفوش إيش معنى التعاسة. سمعتم اللي عايشين برا حياتهم حلوة عشان هكذا بينتحروا، مش عارفين بحياة التعاسة. لو يجوا يشوفوا نعمة التعاسة اللي نعيش فيها لا بينتحروا ولا شيء. الحياة الحلوة تسبب الانتحار. اعقلوا لازم تكونوا تعيسين متعوسين. صح انه بينتحر واحد عندهم رأس السنة اذا في اضطرابات نفسية، بس عندنا نعمة بالموت يوميا. وما هي من نعمة عندما تموت وانت متعوس تعس. مقابر الشهداء وروضات الشهداء كلها من أهل اليمن، كلها في اليمن ومن اليمن. الحمد لله طمنتنا. هذا بيقول لكم هذا شيء لازم تفتخروا به، كل اللي في المقابر يمني والمقابر في اليمن. ما تشتغل النعمة هذا. أصبح عندنا اكتفاء ذاتي من المقابر والأموات، كلهم يمنيين، يعني ما عادكش محتاج تستورد أي ميت من أي دولة. ونحن نسطر كل يوم في حيك أكثر من 3-4 شهداء. بالعكس أصبحنا نسطر، سمعتوا؟ نسطر من كل حي 3-4 شهداء يوميا. أصبح عندنا فائض وأصبحنا نسطر من كل الأحياء، يعني المقابر يمنية والأموات يمنيين وأصبحنا نسطر من كل حي. هذه هي عجلة التنمية، هذا هو تشجيع المنتج المحلي. أن اليمن مقبرة الغزاة. اليمن مقبرة الغزاة من زمان، من فين يفهموا كيف نوصل لهم الفكرة؟ اليمن مقبرة الغزاة. إن اليمن مقبرة للغزاة، فعلا هي مقبرة. هي كيف اليمن مقبرة الغزاة؟ جالسين تسوقوا للناس إن اليمن مقبرة الغزاة. يعني ما عندناش كفاءات محلية وإيش؟ ما نقدرش نقبر نفوسنا وإيش؟ ننتظر لما يجوا لنا غزاة. مقبرة الغزاة، لكن الحقيقة أن اليمن قبل كل شيء مقبرة الأبناء.
طبعا شعار مقبرة الغزاة مش هو وحدنا اللي بنستخدمه، كثير من الشعوب يستخدموها، المصريين والعراقيين والأفغان، وكثير من الشعوب يستخدموا مقبرة الغزاة، لكن للحقيقة الحروب ما بتجبرنا إلا احنا. بدون كهرباء، بدون مشتقات نفطية، حصار، بدون غذاء، بدون تغييب إعلامي، لكن كل ما زاد الخناق علينا نزداد قوة. اهدأ كل ما خنقتك تزداد قوة. أسألك بالله خنق اشتقاق قوي. كيف الآن؟ يا قوي خلاص قوم الآن، خلاص كذا قوي قوم يا قوي بأقوى قوة. أفضل وأكبر وأحسن وأشرس المعارك البطولية التي تؤكد بأن اليمني هو صاحب الحضارة في شبه الجزيرة العربية. أكبر وأعظم وأشرس تثبت أن احنا أصحاب حضارة. المعارك البطولية التي تؤكد بأن اليمني هو صاحب الحضارة في شبه الجزيرة العربية. أيوة واضح أن المقاتلين اليمنيين هم سبب الحضارة. لا تصدقوش أن الحضارة سببها الزراعة والاقتصاد وبناء السدود وناطحات السحاب وتشييد العمران والتجارة، لا أبدا، بل قتل والمقتالة. كل ما كان عندك رجز وقتل ومقتالة أنت بلد حضاري، أنت صاحب حضارة. وأن نقول بأن اليمنيون ربما سيجاوعون، ربما يعانون، لأننا عندما نجوع نقاتل أكثر، نكون شرساء. كل ما جوع كل ما كان يعني قاسيا. المواطن العادي صح أنه يعاني معاناة شديدة، بس ما بيخسرش يوميا، ما عنده بورصة ولا عنده حسابات ولا عنده شركات ولا عنده شيء، هو جاوع، الجوع مستمر. شفتوا على نعمة الجوع مستمر، لا معاكم لا بورصة ولا شركة ولا حسابات ولا معاكم شيء. احمد والله في دول معاهم شركات ومعاهم بورصة وحسابات وتجارة واقتصاد وتكنولوجيا، يتمنوا يموتوا جوع ما بيقدروش. بس انتم في نعمة، اللي ما ماتش جوع اي موتوا في الجبهات، موفرين لكم كل حاجة. فين تحصلوا النعمة هذا؟ ومن الثقافة اللي ينشروها عند الناس وتترسخ في أذهانهم إن القتل حضارة والجوع خشونة وشجاعة، أما العلم انتبه. المواطن العادي البسيط قد يكون الغير المتعلم أفضل بكثير من الناس المتعلمين والناس قيادات المجتمع المدني أو الفلاسفة والدكاترة وغيرهم. سمعتهم اللي مش متعلم يحمد ربه ما دعت له، أفضل من الدكاترة وأفضل من المتعلمين وأفضل من الفلاسفة، لأنه ما تعلمش، يحمد ربه على هذا النعمة. لنجد معظم المرتزقة من أصحاب الشهادات العليا ومن يعني درس في الخارج. أيوة، لأن أصحاب الشهادة العليا واللي درسوا في الخارج معظمهم مرتزقة. انتبه تتعلم، تبقى مرتزق، لا تتعلمش ولا تتلوث بالعلم. تعرف الآن ليش بيحبسوا المتعلمين والدكاترة وأساتذة الجامعة؟ لأنهم هؤلاء ملوثين مرتزقة، بس اللي ما درسوا صاروا وزراء. فأبوها والقراية يعني، فأنا أفضل أن أظل جاهل، أفضل أن أبقى جاهل ولا أدخل مدرسة، أفضل من يدخل ومن ثم أقبل وأرضخ بالعدوان. أيوة، خليك جاهل أحسن لك. أنت بتدخل مدرسة، اللي بيدخلوا مدارس ويتعلموا بحسبوهم على العدوان، بس اللي مجهلة ضد العدوان كلهم. احمد الله لو تشوف الجهلة ايش بيحصل لهم وايش بيقع لهم، بيشلهم الجبهة ويحملوهم فوق الطاقم ويقتلوهم ويتوا لهم صور خضراء ونسوانهم درمل وعيالهم يتموا. نعمة الجهل نعمة، فين تحصل؟ لو تعلمت والله ما تحصل منها ولا حاجة. خليك جاهل احسن لك. ايضا من الثقافة اللي يرسخوها عندنا لكي نظل في قتال مستمر ان احنا شعب مقاتل ومش فالحين الا في القتال والمقتال. اليمني بطبعه هو مقاتل، بطبيعته هو مقاتل، بطبيعة تضاريس تربيته هو تربى منذ صغره على القتال. ونحن شعب مقاتل يعني، وما حد يعني يشكك في ذلك، وتاريخنا الطويل يعني يدل. وهذا الشعب العظيم اولا هو شعب مقاتل بالفطرة. مقاتلين بالفطرة، يعني لا شعب متعلم ولا شعب مصنع ولا مزارع ولا أي شيء، شعب مقاتل بالفطرة. عندما يخرج المقاتل من بطن أمه
ماسك بإحدى يديه البز لكي يرضع وبالإحدى الثانية يدور البندق من أجل يقاتل. سمعتم بيقول لكم عندهم الطفل بيخرج من بطن أمه بيرضع بواحدة يد واليد الثانية بتدور البندق خارجي كده الغريم جاهز يخرج الآلي فوق جنبه والحبل السري يربطه فوق راسه بدل اللعبة يحط له جعبة حيا بداع الموت. والنسوان يجين يفرحن لأمها لتي لها قنبلة ولتي لها حزم ناسف ولتي لها لغمة الحمد لله على سلامتك قرحنا الله بعافيتك. طبعا هذا ما يلبسوش حفاضة خوذة وامه إذا هي تشتي تركض تكونه برجله. شعب الفضرة مقاتل طالما وابن ال6 سنوات وال7 سنوات حامل البندقية على كتفه يرغب في الالتحاق في جبهة القتال لا خوف. اليمن ولادة، اليمن قنبلة بشرية، قنبلة موقوتة يتوجه لأي جبهة. اليمن قنبلة موجودة، اليمني قنبلة موجودة، قنبلة وجهها ما تشتي قنبلة بشرية. مستغربين ليش ترامب مثلا وكثير من الدول ما عم بيدخلوناش عندهم. طبيعي من هؤلاء اللي جالسين يصوروا لك اليمني انه بس مش فالح لا في القتال والقتله وقنبله وبينفجر في اي لحظه. ارهاب، دواعش التكفيريه، هي العناصر التكفيريه، التكفيريين، الدواعش التكفيريين، الدواعش من العناصر التكفيريه، كلهم دواعش. وهكذا اعلامهم يصور للناس ان اليمنيين هؤلاء متوحشين دواعش تكفيريين ارهابيين ومستغربين ليش العالم ما عم بيقبلناش عنده. إذا كان هذا الشعب يقود بالنفس بكل سهولة يعني تجد الأب يرسل ابنه الأول ويستشهد ثم يرسل الثاني والثالث ويستقبلوه بالأفراح والزغاريد. أكيد لابد ما الشعب اليمني يبدأ إبداعات كثيرة جدا. سمعتم ايش مفهوم الإبداع الحقيقي؟ هذا هو الإبداع. العالم فاهم الإبداع خضار، فاهم انه الابتكار والاختراع والتصنيع والتعمير. لا، بيقول لكم الابداع هو ان ترسل ابنك ويموت الاول والثاني والثالث وكمل استلف اشواله حق جاركم اصرف منها الاول والثاني وهكذا. هذا هو الابداع الحقيقي. الام اليمنيه اللي استشهد زوجها وفي يوم دفن الاب يذهب الابن يلتحق بالجبهه، هذه امراه عظيمه. وهي فعلا المراه اليمنيه اثبتت شجاعتها وصمودها، اثبتت بانها بنت اليمن في دفع الرجل اليمني الى الجبهات. وهذا ايضا ابداع بنت اليمن العظيمه انها تذهب بزوجها للجبهه. لا تسمى بنت اليمن الا اذا دهفته للجبهه. العالم فاهم غلط انه وراء كل رجل عظيم امراه تساعده وتعينه. لا، وراء كل رجل يمني امراه تذهب بابوه للجبهه. ولا ما تقعش بنت اليمن، تقع بنتها صح. هي اسمعوا، الحاله الذي وصلنا اليها اليوم ليس سببه من حكمونا فقط، ولكن السبب الرئيسي هو احنا كشعب. احنا الشعب الذي ما زالت ثقافته خاطئة وما زال يفكر بطريقة غريبة. احنا اللي ما زلنا نفكر انه خلقنا فقط لنقاتل، وان احنا شعب متعود على الجعجعة ومكتوب عليها الجعجعة والبهذلة طول عمره، وان احنا قنبلة موقوتة. لن يتغير واقعنا وحالنا الا اذا غيرنا ثقافتنا المغلوطة وطريقة تفكيرنا. وكيف ما نكون يولع علينا. وصدقوني ان احنا شعب يستاهل يعيش زي بقية الشعوب، ومن حقنا نعيش حياة هنيئة ومرتاحين ومفتهنين واكلين ومش ناقصنا شيء. بس الحاجة الوحيدة اللي ما تنقص في اليمن هي الدم. احنا بحاجة للعقل مش للدم. خاطركم.